جماهير اتحاد الشرطة تتابع تترقب. إنه النيجيري مينيسيو بوبا بكل هدوء بكل ثقة. المخضرم طلعت يوسف دائما ما يراهن على بوبا ويأتي التفاهم. عملها له الفيومي عرضية وبكل سهولة بأقدام نيجيرية يعانق شباك الفور سعدية. هذه أمام الإعادة تمر الكرة لمسة بالقدم اليمنى ليحرز الهدف السادس في مقطع الدقيقة 19 من أحداث الشوط الثاني. الهدف الأول في هذا اللقاء عن طريق الخطير الرهيب الحريف اللعيب الراجل ميسيو بوبا. كل فريق طلع الجيش متقدم 1 على 1. مكمل بوبا. ميسيو بوبا يلعب على طول على الارض عند سعيد كمال. سعيد داخل من ناحيه الشمال. سعيد استنى. سعيد عمل العرضيه. ميسيو بوبا يخلص على المباراه. بوبا يسجل الهدف الثاني مع الدفاع لعيبه طلائع الجيش. الهجمه المرتده ياخدها ميسيو بوبا ويمر يستنى سعيد كمال يلعبها له في الشمال ويدخل هو في القلب. تتمرر العرضيه على طول من سعيد كمال. يطلع ميسيو بوبا لوحده تماما ويلعبها على يمين عماد السيد حارس مرمى طلائع الجيش ويسجل الهدف الثاني لاتحاد الشرطه. ميسيو بوبا وهدفه السادس مع اتحاد الشرطه هذا الموسم. تقدم لاتحاد الشرطه بهدفين نظيفين. هذه الاعاده مره واثنين وثلاثه مع زميل المخرج وليد ريحان وزملاء الوحده 18 في الوقت اللي ضاغط فيه طلائع الجيش، لكن على حساب مساحات كبيره كانت موجوده في نص ملعبه. اتقطعت الكوره ارتدت على طول. ميسيو بوبا عمل مشوار واستنى سعيد كمال. كره خارج ملعب خارج حدود منطقه الجزاء لم تتجاوز خط الملعب وخط التماس ملعوبه من اللاعب سعيد كمال في محاولات اخيره لفريق اتحاد الشرطه. والهدف الاول لفريق اتحاد الشرطه مع اللحظات الاخيره عن طريق الاسمراني اللاعب بوبا يفعلها مينيسيو بوبا. هدف اول لفريق اتحاد الشرطه في اللحظات الاخيره. دائما بوبا له حركات وخطوات محسوبه. دائما يبحث عن الاميره المحبوبه. انه الاسمراني النيجيري بوبا. بالفعل انه الاسمراني جميل واسمر ودائما هو الاخطر وعلى المرمى وفي الشباك هو الاشطر. انه بوبا الصياد القناص مع اللحظات الاخيره ياتي بهدف مسك الختام مع الاوقات الصعبه. يطلع لاعب نادي اتحاد الشرطه اماميه طويله بتعدي من بوبا توصل ناحيه اليمين لرضا زيكا بيسقطها حلوه جدا في مساحه. بوبا هوبا يا سلام هو ده الكلام بوبا بيستعيد ذاكره التهديف مفيش كلام. هداف الدوري الموسم الماضي بوبا منسوا هداف الدوري برصيد 13 هدف. بيعود مره اخرى للتسجيل عن طريق تمريره سحريه من رضا زيكا. تمريره حريريه من رضا زيكا. سلام ده كانه عملها له بايده والراجل ما كدبش خبر. بوبا ويسدد ويسجل هدف ثاني لاتحاد الشرطه عشان يصعب الامور جدا على اسامه عرابي وعلى الانتاج الحربي. ادي اللعبه اللي فاتت وادي بقى طبعا الراجل يعني مش هيكذب خبر. الراجل خطا لا يغتفر مفيش كلام، لكن الشاطر اللي يستغل الخطا لان الاخطاء ما بتجيش كتير في الملعب. بعد ان يعود المنتخب الوطني المصري من لقاء النيجر ان شاء الله كل الامنيات وكل الدعوات بالتوفيق لمنتخب مصر. كل الامنيات والدعوات بالتوفيق ايضا للنادي الاهلي وحرس الحدود في الكونفدراليه الافريقيه وفي منافسات للمنتخب العسكري ايضا. ودي كره خطر. خلص الكلام بوبا. ايه يا راجل ده؟ بوبا منسواه. كنت اتحدث عن الفوز والثلاث نقاط. قلت لكم اللي هيغلط يستحمل واللي يخطف ياخد 3 نقاط ويروح. بوبا منسواه. محمد صبحي غلطة الشاطر بألف يا صبحي. محمد صبحي تسديدة كانت سهلة لكن الجابولاني ولا ايه؟ محمد صبحي ما حطش صدره في ظهر الكورة. وطبعا هسيب الكابتن شوبير يشرح ويوصف ويتكلم عن هذا الهدف. ادي تسديدة اعتقد رضا العزب رايحة سهلة. بتعمل ايه يا راجل؟ جسمه في ناحية والكرة في ناحية وبوبا مستني. الراجل ده جاهز على طول. انا اسجل اذا انا بوبا، اذا انا موجود. بوبا منسواه. الله عليك
عليك يا بوبا. قلت لكم وفكرت حضراتكم ان ياما فرق بتلعب ب 10 لاعبين بتكسب فرق. جات له تاني من احمد صديق، خلصها لنفسه. عصام دخل جوه ال 18، خطر، ممكن يعمل العرضيه، هدف التعادل. بوبا مونسوا، غلطة العمر من احمد صديق، الكرة اتأخرت تحت رجليه قطعها منه عصام عبد العاطي، كأن لسان حاله بيقول له مش عايزها انت، هاتها يا عم ليا. خدها وعدى ودخل جوه ال 18 وعمل كرة عرضية كده على طول لبوبا مونسوا، يتعادل لطلعت يوسف. بص شوف الخطأ بتاع احمد صديق، سوء توفيق طبعا، احتفظ بالكرة كتير تحت رجليه لكن قطعها منه عصام عبد العاطي، وعدى من احمد حجازي، رفض ان هو يكلمه، بص وشاف ودور. بوبا مونسوا جاي بوشه، لا يا عم ده هداف الدوري الموسم الماضي، الراجل ده بيلعب على السقطه واللقطه، برغم ما راحتلوش كرات خالص جوه ال 18. بوبا ما ضيعش اي فرص، اول لمسه على طول كرة ثابتة من مسافة 21 ياردة، مصطفى ابو شير. يأتي الثالث، يأتي الثالث، يبحث عنه الاسمراني. منك يا اسمراني، اهدافك وحشاني وحركاتك عجباني. انه مينيسيو بوبا النيجيري يفعلها، انه النيجيري بوبا يتحرك ويمشي بخطوات محسوبة ويبحث عن الاميرة المحبوبة. انه بوبا بضربة رأس يبحث عن المستديرة، وضربة رأس لا حاجة الى حيرة. انه بوبا يفعل ما يشاء ويحرز الهدف الثالث، 3 لا شيء لمصلحة فريق اتحاد الشرطة. هذه الإعادة، يا سلام على السيناريو، يا سلام على الحدوتة والحوار، توتة خلصت الحدوتة. في الجانب الايمن استلام من اسلام، عرضيه داخل منطقه الجزاء وهدف ولا ايه؟ تسلل على بوبا مونسوا، وشعراوي يلغي هدف، شعراوي يلغي هدف لفريق الجونة. ادي الكابتن انور سلامة يعني ولسان حاله بيقول يا اخي ده احنا ما صدقنا وصلنا وجبنا. كورة في منتهى الخطورة وعرضية جميلة. ادي الاعادة، تسلل على بوبا مونسوا اللي كان متقدم الوقت الاصلي. خطأ دفاعي كبير، ابو جبل خرج وجول فاضي، جول فاضي. مش ممكن هدف دراماتيكي غير طبيعي. ما تتعب، مش ممكن يا ابو جبل. رايح تعمل ايه يا ابو جبل؟ وفين الديفنس يا جماعة؟ وانور سلامة يتنفس الصعداء بهدف التعادل غير طبيعي، هدف غير طبيعي وخطأ غير طبيعي لا يغتفر. كان فين ابو جبل؟ راح فين ابو جبل؟ يعمل ايه ابو جبل؟ ورامي صبري ملحقش، وحارس المرمى ابو جبل ينظر الى الكرة بحسرة. هدف في الدقيقة الرابعة. تخيلوا يا جماعة، مش ممكن يا جماعة، مش ممكن. 3-3 مباراة دراماتيكية في الدقيقة 94. بص يا جماعة الخطأ، بوبا مونسوا لحقها، ابو جبل خروج غير طبيعي، خروج خاطئ بشكل غير طبيعي. ومين ده؟ البديل ابراهيم الهلالي يحرز هدف التعادل في الدقيقة 94. ابراهيم الهلالي يعدل النتيجة ويعود الجونة من بعيد، عودة من بعيد لفريق الجونة بعد التقدم 1-0 والتأخر 3-1. لعبوا مباريات اكتر من فريق الجونة، خصوصا المباريات الرسمية في مسابقة كأس مصر، واستطاعوا ان هم يفوزوا بالكأس عن جدارة. كرة على طول ملعوبة وهدف اول لصالح الجونة. البداية صفراء، والبداية عن طريق الصمو والإقران. البداية بوبا مونسوا يظهر في الكادر ويهز شباك فريقه القديم النيجيري. بوبا مونسوا لسه بتكلم ولسه بقول في الدقيقة 20 من الشوط الأول يظهر بوبا مونسوا بعد عرضية نموذجية من الجانب الأيمن. لسه ما كملتش الكلمة ولسه بقول هل يستطيع إنبي أن يتغلب على نشوة الفرحة والفوز بكأس مصر؟ عرضية نموذجية من اللاعب أحمد عادل، ورامي صبري ما قدرش الكورة بشكل ممتاز في المكان المناسب على طول. نور السيد، استلام من علاء شعبان الظهير الأيسر. بوبا مونسوا اللي نزل عشان يستلم، رامي صبري وخطأ كبير وهدف تاني. مش يومك يا رامي يا صبري. خطأ كبير من رامي صبري
تصويبه من بوبا مونسوا، وهدف تاني لفريق الجونة في الدقيقة 39. مش قلت لكم في جول خامس هيجي في اللقاء. بوبا مونسوا يستغل خطأ رامي صبري اللي النهارده مش يومه. بدلك غير موفق النهارده رامي صبري. انطلاقة تأتي لفريق الجونة، وهنا محاولة داخل حدود منطقة الجزاء عن طريق اللاعب عرفة السيد. تمريرة في الجانب الأيمن عند اللاعب أحمد عادل، كرة عرضية خطيرة، ويأتي الخطير، يأتي النيجيري بوبا. إنه بوبا، ويا بوبا، يا ما كانت هناك حكايات مع الفاتنة المحبوبة جاءت بأقدام ورأسيات بوبا، وبوبا يسجل هدف ثاني لفريق الجونة. نعم، وحقا إنها حكاية مجنونة، سيناريو وحوار رائع مع اللحظات الأخيرة للشوط الثاني. مش ممكن. من يصدق أن الإسماعيلي كان هو له الأفضلية، له السيطرة الميدانية. كرة جاءت من الجانب الأيمن، والجانب الأيمن تأتي من خلال خطورة أحمد عادل، ورأسية بوبا على يمين الحارس محمد فتحي، لا تصد ولا ترد. ينجح في الهروب من الرقابة اللصيقة الدفاعية لدى اللاعب أحمد عادل، ورقصات إفريقية في الكولور شعبي نيجيري هنا في أرض الصعيد، هنا في أرض البحر الأحمر. عثمان بنيا اللي كان منطلق، وبالتالي عبد الله الشحات يحصل على انذار اصفر. محاولة عند فريق الجونة، انطلاقة، هدف رابع قد يأتي، هدف رابع ضائع، رابع لم يكن ضائع، بل هو هدف رائع من خلال هجمة رائعة منظمة جاءت لفريق الجونة. نعم، وحقا انها مجنونة الساحرة المستديرة، وكذلك يتواجد بوبا لديه حكايات وحوارات وحواديت مع الأميرة المحبوبة اللاعب بوبا، كما نتابع هنا يحرز الهدف الثاني له والرابع له مع فريق الجونة في بطولة الدوري، لتصبح النتيجة ثقيلة 10 الأدب. كما نتابع تمريرة في مكان هو الأنسب، مكان جميل. يا سلام، أحمد عادل الخطورة تأتي من هذا الجانب. أحمد عادل الذي شن يعني حملات هجومية صالح فريق الجونة، ملعوبة من جمعة عند بيليا. لسه ما شفناش بيليا مشى بالكوره كتير النهارده، ما استخدمش سلاح المهاره الفرديه، ولكن هو عمل العرضيه وفيها خطوره جوه الجول. بوبا هداف الدوري. بوبا حقه يعمل اللي هو عايزه يا جماعه، مفيش كلام. استغل خطأ المدافع بوبا. ويا سلام على الرأسة الأفريقية، يا بوبا، حاجة رائعة هذا المهاجم يا جماعة، مفيش كلام. مهاجم جيد، اختيار جيد للكابتن أنور سلامة. العرضية الرائعة، حاول يدخل كده شريف، خطأ من المدافع معاذ الحناوي. الراجل كان عايز يطلع الكرة، ولكن بوبا حطها على طول بالقدم اليمنى في المرمى على يسار الحارس مصطفى كمال، ما قدرش يعمل لها حاجة مصطفى كمال. والهدف الأول في المباراة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، ولكن بوبا على طول فرحة، مفيش كلام. يعني الشقلباز اللي بيعملوا كده، كان عندنا نجوم كبار. القدم اليسرى مميز في الالعاب ديت، معتز محروس. ادي معتز يلعبها اماميه منتهى الخطوره، جول. لسه بقول لحضراتكم، بوبا منسوا، بوبا. الجونه تعود مره اخرى، الجونه الان هي اللي تتصدر، وبوبا منسوا. لسه بقول لحضراتكم مش ممكن معتز محروس على طول الكرة العرضية والرأسية من بوبا منسوا صاحب الرأسة النيجيرية، يقود الهجوم الجونة. كرة خطيرة الذي الجون، لكن تعدي من تحت رجله حسن جمعة بقى مرة ثانية بيعمل عرضية هايلة جدا، ضربة الراس. يا سلام، هو ده الكلام. قلنا كرة خطيرة جدا، والعرضية عالمية، والرأسية 100 والهدف يفرح نادي الجونة. حلوة جدا، ضربة راس هايلة جدا، ضربة راس عالمية يا بوبا من صواب التخصص، بيسدد ويسجل. يا سلام، هو ده الكلام. شوف العرضية بتقول له سجل، لكن الراجل برضو راجع لها بجذعه لورا عشان يطول الكوره. ده الكلام مظبوط جدا.
ده لعيب هداف، ده هداف مفيش كلام. بوبا مونسوا بيسجل هدفه السادس هذا الموسم. بعض المواقع كاتبه ان هو كان عنده 6 اهداف، لا هو كان عنده 5 اهداف. ده هدفه السادس هذا الموسم، عشان كده بيبقى في المركز